السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير والهنا. الليلة إن شاء الله قصص رائعة عن فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة العادية. تقول إحدى الأخوات: كان في أمر شاغلني هذه الفترة وجدا مضايقني وأفكر ما لقيت حل. قلت في نفسي خلاص خليك مواصلة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وربك بيحلها من عنده. إلا وأتفاجأ قبل قليل أن الأمر ولله الحمد قد انحل. فرحت كثيرا وحسيت أن ربي سبحانه وتعالى معي وأن الله رحيم بقلبي. ما كنت أبدا متخيلة أن هذا أثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة العادية، شعور مثل النسمة الباردة تدخل القلب. ما شاء الله، ما ودك تتركيها إذا بدأتيها. كنت قبل فترة أردد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية، لكن ما أقدر أوصل لهذا العدد ولا أشعر بهذا الشعور الجميل، لأن الأعداد الكثيرة تجعلك تشعر بإحساس جميل. وتقول إحدى الأخوات: اليوم الحمد لله اللهم بارك وصلت إلى 7000 من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة العادية. أول مرة أصل إلى هذا العدد طبعا كنت أحس أني مثل الغيمة من الخفة، كل شيء كان خفيف ومريح وسعيد بيومي. ما شاء الله، حتى زوجي أشعر أنه تغير معي بطريقة أبهرتني كثيرا، وأهل بيتي كلهم، واشترى لي هدية وما جاتني ولا فكرة سلبية. كل يوم كان بمثابة غيمة بحياتي، وناوية إن شاء الله أستمر وأكثر وبأعداد أكثر وأكثر، ومتفائلة بكل خير. وتقول إحدى الأخوات: الحمد لله مستمرة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة العادية، ووصلت إلى أعداد كبيرة، وحمدا لله اليوم كنت شايلة هم وانفرج. والله كنت أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونمت، واليوم صحيت على الفرج. والله للآن مستغربة كيف طلبت من ربي سبحانه وتعالى شيء قبل ما أنام وأصحى اليوم العصر وأنه تحقق والحمد لله. ما أريد أن أقوله للبنات أنهم إذا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يكون عندهم يقين في رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا كنت أصلي بالصيغة العادية وأيضا الصيغة الإبراهيمية، وأرفع يدي وأبكي وأطلب من الله سبحانه وتعالى حاجتي، وكنت محتاجة مبلغ بسيط، ودعوت الله سبحانه وتعالى أنه يجيني بزيادة، وحمدا لله والله جاني اليوم العصر نفس الذي طلبت ولله الحمد والمنة. وتقول أخت أخرى: كان علي دين، ويوم الجمعة أتممت 10,000 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة العادية، وكان في خاطري دعوة تتحقق. اللهم لك الحمد والشكر.